السلام عليكم شباب. اليوم جبنا لكم فيديو جديد من قناة مصطفى جيمنج بعد غياب 3 شهور يا شباب. عدنا لكم، وسبب التأخير لأنه القناة كان عليها انذار يا شباب، فما قدرتش احمل فيديوهات عشان ما تقفلش زي القناة القديمة، فاضطريت اني اصبر 3 شهور على حدك من الانذار يتفك. فان شاء الله يا شباب دي رجعة تبقى من اقوى الرجعات على القناة ان شاء الله. وفكرة بوب لايت يا شباب انسوها خلاص، يعني اللعبة كنت منزل عليها فيديو من مدة 8 شهور وانا بشرح انه اللعبة مش هينزل لها تحديثات، وفعلا اللعبة ما نزلهاش تحديثات. ففكرة بوب لايت خلاص يا شباب الغوها، يعني اللعبة خلاص مش هينزل لها تحديثات تاني، اللعبة اتثابت يا شباب، واللعبة خربت زي ما انتوا عارفين، يعني اللعبة اتدمرت. ففكرة بوب لايت انه ننزل عليها فيديوهات تاني لا، في حالة واحدة انه اللعبة رجعت وبقت تهتم وتنزل تحديثات وكذا. بس يعني ده من المستحيلات انه بوب لايت تعمله، لانه يعني 8 شهور واللعبة برضه ما نزللاش تحديثات، ومن قبلها كمان كانش نزل لها تحديثات. فاللعبة خلاص كده اتثابت يا شباب، ومحدش يتابع اي فيديوهات ليها، اي تسريبات او اي حاجة يا شباب ما تصدقوهاش على لعب بوب جلاد، كلها التسريبات دي كذب تمام. محدش يصدق اي حاجة، يعني كلها معمولة بالفوتوشوب. فيا شباب محدش يصدق اي فيديو لعب بوبجي موبايل لايت. عايزين تشوفوا بوبجي موبايل لايت وقال خبر مضمون بنسبة 100%. هو الخبر يا شباب انه اللعبة لما تعلن على صفحتها الرسمية انه نزل لها تحديثات. فيلا يا شباب ننتقل على فيديو تسريبات لعبة بابجي موبايل مش لايت. بابجي موبايل، انا مش هنزل بابجي لايت تاني يا شباب. فيلا يا شباب نبتدي معاكم بالشرح. اول حاجة يا شباب زي ما انتم شايفين الكار ده يا شباب نازل في اللعبة تمام، يعني الكار ده نازل مع المود ده الكار التلقي زي ما انتم شفتوا بتطلق، وبيسيب زي ايه كرة ثلجية جنب الشخص، يعني لو طلقة جت فيه وما تحركش الشخص ده فيعني يعني هتنفجر زي قنبلة جنبه فهتدمجه خالص وتخليه يموت، يعني لو ما تحركش وكده هتدمره تمام. وعندك زي ما انت شايف الاضافات الاسطورية اللي في التحديث وهتنزل، يعني الاضافات دي كلها هتنزل، يعني ما فيش حاجة بنسبة 20% 30% انه هينزل لا، الكلام ده موثوق بنسبة 100% يا شباب. يعني فيش حاجة بنسبة 30% او 40% انه هينزل تحديث، لا بابجي موبايل بتنزل خلاص بتنزل. وشوفوا الاضافة دي يا شباب، يعني ديتي زي صاروخ متنقل، يعني بينقلك من على مسافات بعيدة زي كده، ويدوبك بيبقى معاك في الشنطة، يعني ما مش محتاج تعب ولا اي مجهود ولا اي حاجة زي ما انت شايفه بص. وبرضه بيعمل زي ما انت شايف ضربات على الارض، يعني لو في خصم قدامك وانت واقف في اوضه تروح ضارب قدام الباب، ولما يجي يدخل بيكون يعني الايم بتاعه مش مظبوط فتقدر تموته بسرعة. ودتي زي محل زي كده صالون حلاقة يا شباب، يعني هي الاضافة يعتبر ما كانتش هتبقى لها اي لازمة، بس اللود يعني هو اللي عملها قيمة، يعني لولا اللود كانت الاضافة ملهاش اي 60 لازمة. فيعني هو بينفع في اللود زي ما انت شايف، بيبتدي هو ما بيعملش اي حاجة عامة، هو يا دوبك اللود اللي ليه فايدة، يعني انت بتخش هنا عشان تاخد ايه اللود زي ما انت شايف. بس هي الاضافة يعني تستاهل يعني 7 من 10. ويعني زي ما انتوا شايفين يا شباب التحديث اسطوري للغاية، يعني إيه بس ايه عايز مواصفات التحديث ده، يعني عايز مواصفات جهاز قوية طبعا. وفي حاجة تانية يا شباب معلومة، في اتش دي، ودي يعني متأكدة بنسبة 70% كده أو 80%. وكمان نسبة 100% انه هتتضاف الميزة دي يا شباب، انه في لاعبين يلعبوا اتش دي 90 فريم، يعني ده هيبقى ظلم يا شباب. فاتمنى ان الاضافة دي ما بتضافش، يعني احسن، لانه الاضافة دي هتضر يعني ناس كتير، يعني بتوع ال40 فريم وال60 فريم خلاص يعتبر كده راحت عليهم. فأتمنى إن الإضافة دي ما تتضافش عشان الأجهزة القوية هي اللي هتبقى ليها الأفضلية. ممكن بتاع 60 فريم يبقى ألعب من ال90، بس اعتبر فرق الفريمات وكده، فيعني اعتبر خلاص الخصم رايح.
واحتمال لو الإضافة دي اتضافت ببجي موبايل تعمل تعاقدات مع شركات المحمول وكده، عشان يبقى الاهتمام على ببجي موبايل أكتر يعني في الأجهزة دي، مثلا سامسونج، أوبو، الأجهزة الشركات الكويسة كده يمكن يتعمل معاها تعاقد بسبب إنه اللعبة يبقى عليها التركيز في لعبة ببجي موبايل، والشركة تعمل تعاقدات يعني كتيرة يعني بالنسبة لأجهزة الموبايلات. فأتمنى إنه الخاصية دي ما تضافش يا شباب، لو اتضافت هتضر ناس كتير. فيعني لو زي ما هي كده أحسن وأفضل بكتير، لأنه كده ببجي موبايل بيميل على الأجهزة الأقوى، يعني كده خلاص الأجهزة الضعيفة هتروح فيها. زي أجهزة ال 32 جيجا زمان كانت بتشغل اللعبة، دلوقتي لو 64 جيجا بيشتغل بالعافية، يعني بالعافية يا شباب بمعنى الكلمة. وديت يا شباب دي الإضافة اللي بعديها زي ما انتوا شايفين. ودي يا شباب الأماكن اللي انتوا شايفينها تحت المود. فيعني المود يا شباب أسطوري للغاية. شوفوا يا شباب الإضافات، يعني إضافات عملاقة. وديت يا شباب انت بتعمل البوابة دي وبتقدر تسحب منيها لود. يعني شوفوا يا شباب الإضافة، ثانية واحدة كده. هذه الإضافة تقدر بتاخد لود ويديك هدايا، وشوفوا يعني اللود اسطوري بتاخدوه. وبتاخدوا بصوا يا شباب، بصوا زي ما انتوا شايفين اضافات مليانة. بصوا بتقدروا بتاخدوا القطعة التلجية دي، يعني شوف القطعة التلجية دي بتنفعك لو في زون او في شخص بيهجم عليك برضو وانت معكش سلاح كتير وكده، فبتفيدك يعني قصاد الخصم. ولو انت بعيد وسيلة تنقل افضل بكتير يعني من اي حاجة. ويعني شوفوا يا شباب اللعبة بتهتم بمعنى الكلمة بلاعبينها. فيعني تحديثات رويال باس، تحديثات باستمرار، هي اللعبة مركزة. وبصوا يا شباب الإضافة دي الصراحة ما عجبتنيش، الإضافة دي في لعبة فري فاير من زمان وكده. بس بالنسبة للتحكم والجيم بلاي بتاع ببجي موبايل مش ظابطة. هي في فري فاير تمام ظابطة، في اختلافات كده في الجيم بلاي وكده، بس برضو يعني هي مش اضافة كويسة يعني بالنسبة لبابجي موبايل. فيعني يعتبر الحاجة دي واخدينها من فري فاير وكده، بس يعني يعتبر اضافة يعني ما لهاش اهتمام قوي، لانه كل واحد بيستخدم الحاجة اللي بتريحه. وبالنسبة للشباب زي ما انتوا شايفين الام تحسه هيبقى صعب عن التحديث، يعني الام هيبقى يتحرك وكده. شوفوا يا شباب الواقعية بتاعت التعمير وكده، بس انت ماسك البكازي لازم تبقى ماسك كويس وتمام. وعندك الاضافة دي انك تشيل الصندوق، يعني تشيل الصندوق كويسة. لو في خصم قدامك وكده تقدر تاخد الصندوق وتدسه ورا السور وكده الاول، بس لو معك واحد صاحبك خلاص يعتبر اللوت خدوا منك. والعربية دي يا شباب، فائدة العربية المدرعة دي يا شباب فايدة حلوة برضو، انك كل ما تضرب عليها نار هتطلع لك صناديق. يعني شوف صناديق لود حدك ما تفجر العربية، يعني بص حتى لو وقفت قدامها مش هتوقف تمام، العربية مش هتوقف تمام. كل ما تضرب عليها نار بص هتطلع لك صناديق. يعني اضافة اسطورية يا شباب، زي ما انتوا شايفين اضافة صراحة ممتازة. يعني حدك ما تدمر العربية وكده يكون انت خلاص كده اكتملت من اللود ومش محتاج اي حاجة. وكمان هتساعد انه يبقى في ناس كتير عليها وكده، فالفايد يعني هيبقى في متعة انت وتمشي ورا العربية دي، لانه هيبقى في ناس كتيرة زيك عايزة تهجم. فيعني هتنفعك في حكاية التقييم وكده، لو انت بتلعب تقييم وكده هتفيدك وكمان هتضرك. يعني انت لو بتلعب تقييم وموت على طول خلاص كده تقييمك نزل، بس هتخلي فيه متعة في الجيم بلاي وكده. ومعروف هيبقى مكان الناس الأغلبية مثلا على السيارة دي عشان بياخدوا لود، وهي لودها الصراحة ممتاز. الإضافة دي فهي إضافة أسطورية إنك تقدر تساعد زميلك، ولو في تيم قدامكم كده تقدر تساعد زميلك من مسافات بعيدة. فيعني الإضافة دي يا شباب أسطورية الصراحة، وأنا أكتر إضافة شايفها ممتازة لحدك الآن في التحديث. لو في أي حاجات جديدة أو أي إضافات أو أي تسريبات أو أي حاجة أنا مش هتأخر من ناحيتكم وأنشرها معاكم. ف لو انت لسه لحدك الان يا صديقي بتشاهد المقطع ايش منتظر؟ اضغط لايك، فعل زر الجرس ليصلكم كل ما جديد من قناة مصطفى جيمنج يا شباب. ونشوفوا تفاعلكم في القناة يا شباب، لو في تفاعل راح نستمر معكم. ومع السلامة.